أهلا وسهلا، أنا سالم. شاركت أنا وزميلي هيثم في سباق التحدي سبارتن في إمارة الشارقة. في هذا التقرير المصور بنعرفكم على طبيعة التحدي وبنستعرض معكم أهم النقاط للي متحمس يشارك في النسخ القادمة. تابعونا. أول سؤال ممكن يطرأ على البال، إيش هو هذا سبارتن؟ بالمختصر المفيد، هو سباق قبلي تتخلله مجموعة من العقبات والحواجز والتحديات اللي تتطلب مجهود بدني. هناك 3 أنواع من سباقات سبارتن: بيست وهو الأصعب، سوبر وهو متوسط المستوى. أنا وهيثم شاركنا في سبرنت وهو مسار من 6 كيلومترات وأكثر من 20 عائق. هذه العوائق تختلف، منها الزحف تحت الأسلاك الحديدية وتسلق الحبال بأنواعها ورمي السهم وتسلق الجدران بارتفاعات مختلفة والبرك المائية وحمل الرمل لمسافة محددة، وطبعاً صعود وهبوط التلال الصخرية والرملية كانت حاضرة بقوة بين العوائق. إيش الهدف من هذا التحدي وإيش فكرته بالضبط؟ كل واحد له هدفه الخاص من المشاركة. البعض هدفه يكسر الرقم القياسي أو على أقل تقدير يحقق مركز متقدم، ولكن أغلب المشاركين هدفهم المتعة وتحدي الذات ودفع القدرات الجسدية لحدودها. وهناك كثير من الدروس ممكن تستوعبها بنفسك خلال المسار. كيف طريقة المشاركة في تحدي سبارتن؟ التسجيل يكون عن طريق الموقع الإلكتروني وفيه بتحصل كل السباقات القادمة. بإمكانك تشارك في أي دولة مع دفع رسوم نظير المشاركة وتكاليف السباق. أنا وهيثم سجلنا وكونا فريقنا الخاص. قبل السباق بأسابيع وصلتنا على الإيميل معلومات مهمة عن التحدي ونصائح تتضمن تمارين يومية للاستعداد والتحضير. في يوم التحدي وصلنا المواقف المخصصة للسيارات، ومنها ركبنا الباص اللي أخذنا لموقع الحدث يسموه منطقة المهرجان. طبعاً أول ما وصلنا سجلنا الحضور واستلمنا أرقامنا الخاصة وعلامات الرأس واليد، وعطونا شريحة خاصة لقياس زمن البداية والنهاية، ومنها دخلنا منطقة المهرجان وسلمنا حقيبتنا في المكان المخصص للأمانات. بعدها التقينا بصديقنا مسلم اللي انضم للفريق. منطقة المهرجان هذه يتوفر فيها كل شيء: دورات مياه وأكشاك لبيع الأكل والملابس وغيرها، واستراحات مظللة، وإذا كنت محظوظ احتمال تحصل أشياء مجانية. قبل السباق عطونا مجال نسخن مع مدرب خاص للياقة البدنية ونقرب بعض التحديات، وعلمونا بعض الأساليب اللي ساعدتنا في التحدي الحقيقي. وعند خط البداية كل واحد يعرف شغله. اللي يشوف عنده الرغبة والحماس إنه يتحدى نفسه ويشارك في سباقات سبارتن. هذه مجموعة من النقاط المهمة من واقع تجربة. حاول تاخذ معك قفازات بتساعدك في التحديات اللي تتطلب إنك تستخدم يديك. ما تحتاج حذاء رياضي جديد، استخدم اللي عندك، وأهم حاجة تكون متعود عليه، وترى في الأخير بيتوسخ. ولا تنسى تربطه زين قبل بداية السباق. حاول توصل قبل موعدك بساعة على الأقل عشان تعطي نفسك وقت لإجراءات الدخول والتسجيل والتحضير للسباق. حدد موقع الحدث بالضبط لأنه بيوفر عليك وقت، ومثل هذه المعلومات تحصلها في الموقع والإيميلات التعريفية، لا تهملها. التغذية عموماً عنصر مهم للرياضيين، بالذات قبل السباق. ركز على الكربوهيدرات والبروتينات ولا تنسى الموز والسوائل. خلال مسار السباق ركز على اللوائح الإرشادية، لأنه شي ناس راحوا طريق غلط واللي وراهم تبعوهم. ما يحتاج أقول من. بتمر على مناظر طبيعية خلال المسار، حاول تستمتع فيها وانت تلتقط أنفاسك. المصورين موجودين على أغلب العقبات،
وإذا تريد صور حلوة حاول تكون قريب من المصور وبيضبطك. عاد ما وصيك سوي نفسك تعبان وشاد حيلك، الصور تكون متاحة بعد أيام في موقعهم الإلكتروني. وكلمة أخيرة، الحياة تبدأ خارج منطقة الراحة.